تفتكر هل ممكن مكنة البابل شيت ما تحسبلكش الحاجات اللي انت عاملها غلط وتديك الدرجة عليها؟ هو ده اللي احنا هنقوله النهارده. الحقيقة الفيديو اللي فات لما شفت التعليقات كان في تعليقات كتير بتتكلم عن فكرة ان التصحيح بيبقى الكتروني، فبالتالي مستحيل تقريبا ان الدرجات اللي انت مش حاسبها ما تطلعلكش اخر السنة. طبعا هم اصلا ما يعرفوش ان المفروض في عمليات رصد وفي عمليات ان اصلا النموذج بيتحط نفسه على المكنة، وفي شوية اصلا عوامل بشرية بتتم في الموضوع، ولكن احنا هنعتبر ان العوامل دي البشرية دي هتتم بدقة 100%. في الحقيقة ان هنا قررت اعمل لك الفيديو ده. امبارح اتكلمت على قناة التليجرام وقلت لو في حد موجود من دفعة السنة اللي فاتت عشان ما يعرف منه شوية تفاصيل. السنة اللي فاتت وتحديدا بعد امتحان العربي في محافظة المنيا بالأخص، بطلة القصة بتاعتنا كانت طالعة زيها زي أي حد بتحاول إن هي تعرف الإجابات بتاعتها، هل كانت صح هل كانت غلط، يعني من باب الفضول ومن باب إن هي فعلا عايزة تراجع وتشوف هل هي فعلا أدت كويس في الامتحان ولا لأ. ولكن تكتشف إن هي مش بس عملت الأسئلة الصعبة غلط، لأ دي كمان عملت الأسئلة منها السهل عملتها كمان غلط. ولما رجعت اكتشفت ان درجتها تقريبا كانت هتبقى في حدود 43 من 80. انت متخيل؟ يعني انت اللي هو عارف، انت اللي هو اول ماده انت ضيعت كليه الطب كلها من ايدك، فاللي هو انت متخيل كميه الاحباط. بس الفكره ان هي قالت لا انا هكمل، واكيد تعب ال 12 شهر ده مش هيروح على الفاضي. طبعا الكلام ده كان بعد انهيار وبعد صدمه رهيبه، وفعلا كملت الامتحانات. ولكن كانت قايله لاهلها ان الموضوع خلاص، يعني بلاش تتوقعوا مني اي حاجه، انا هكمل واللي هيجي من ربنا سبحانه وتعالى هو ده الخير. وبالفعل كملت في مادة في تانية في اللي بعدها، وكانت بتقول إن هي لما كانت بتيجي تراجع من مادة من المواد هتلاقي مثلا حوالي 10 15 درجة في كل مادة ولا حاجة، فبطلت تراجع خالص. وحاجة كمان مهمة هي قالتها إن هي في الامتحانات اللي بعد كده اكتشفت إن معظم الناس اللي بيطلعوا بعد كده حالين زي نموذج صح أصلا بيكونوا غاشين في اللجنة. فعارف انت الشيطان بقى بدأ يلعب في الدماغ كده. ولكن هي أخذت قرار ويعتبر أصعب قرار أي حد بياخده في ثانوية، هو إن هو ما يغشش زي كل الناس اللي بتغش وتسريبات وكل الكلام ده. وخلصت فعلا الامتحانات وكانت مستنيه النتيجه، بس انت عارف بقى اللي هو انت تستني النتيجه على امل ان خلاص بقى يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى هيجيبه هو الخير. وعارف انت اللي هو مفيش توقعات عاليه، وفي يوم من الايام تتفاجئ ان فجاه في زغاريد ضربت في البيت، فجاه كل اهل البيت جم عليها، وفجاه انت جبتي 93%. مع انها لو كانت صدقت اول امتحان خالص كانت ساعتها حرفيا هتنقص اكتر من 10% في اول امتحان بس. ولكن انا جايب لك مثال حي من دفعه السنه اللي فاتت، وهي النهارده خلصت اولى بشري طب المنيا. والحقيقة الموضوع ما وقفش على كده بس، لا ده في امتحان الكيمياء كان فيه قصتين يعني في قمة العظمة واللي هو الصدمة بالنسبة لي بصراحة. القصة الأولى كانت شبه القصة الأولانية، وهي إن كان في برضه بنت في امتحان الكيمياء. طبعا ده كان أصعب امتحان كيمياء في التاريخ، يعني زي امتحانك بتاع الفيزياء كان أصعب امتحان فيزياء في التاريخ. المهم هي بدأت تحسب كده بسم الله الرحمن الرحيم، احنا لسه 12 درجة ده في الأول لسه ما كملناش الامتحان. فالمهم هي قررت إن هي ما تبدأش تكمل باقي الامتحان، وتقول لا خلاص أنا مش هكمل. ليه؟ لان في احتمال ان احنا نسقط عقبال ما نوصل لاخر الامتحان، فخلاص يعني هنكمل اللي علينا ونعمل اللي علينا والباقي على ربنا. وبالفعل كملت، وقعدت تبص اخر السنه لقيت نفسها ناقصه بس 4 درجات في الكيمياء، اللي هو كان اصعب امتحان في التاريخ. وعلى فكره الامتحان ده في ناس كتير قفلته، بس عايز اقول لك ان الموضوع مش بصعوبه الامتحان، الدرجات ليها حسبه تانية خالص. وفي نفس امتحان الكيمياء ده كان في قصه تانية في قمه العجب. بدات القصه بتاعتنا لما مسكت الورقه بتاعت الامتحان وبدات تحل، لقيت ان الموضوع صعب جدا، ولقيت ان يعني قررت ان هي كانت عايزه تعمل مذكره في اللجنه وتاجل الكيمياء للسنه الجايه. ولكن جالها لحظه مع نفسها كده ووقفت وقالت طب خلاص انا مش هتعب اكتر من كده، انا مش هقدر اعمل اي حاجه زياده عن اللي أنا عملته، فخلاص انا هكمل السنه وايا كان واللي يحصل يحصل. وفعلا بدات تحل. الوقت زنق معاها في الاخر فما لحقتش تتعلم كويس في اللوبل شيت، فراحت تك 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 تك. وهي تتفاجئ اخر السنه ان هي نقصت في الكيمياء كلها 5 درجات بس، وكانت من اعلى المواد اللي جابت فيها. وهي حاليا بتكلمنا برضو بعد ما خلصت اولى طب بشري. اما بقى بالنسبه اللي قبلها اللي نقصت 4 درجات دي حاليا بتكلمنا من اولى صيدله. ها لسه مش مصدق برضو؟ ممكن حضرتك برضو تسال سؤال وتقول طب خلاص هو كله يعني بيخش طب وصيدله وكلها بقت تخش طب وهندسه وكده؟ في نفس ذات الامتحان بتاع الكيمياء ده كان بطل القصه المره دي كان بيقول ان هو كان دخل برضو الامتحان، وبعد ما خلص حل الامتحان ويعني عارف انت اللي هو خلاص بقى بالتأزم يعني خلاص الموضوع بقى فعلا صعب. الموضوع بقى فعلا صعب، ويعني كل الله يكون في عون كل الطلبه فعلا يعني. بيقول ان هو ساعتها بدأ يراجع على اليوتيوب وبدأ يشوف النماذج بتاعه الامتحان، ولما خلص مراجعه اكتشف ان هو تقريبا كده شارك كيمياء. فقرر ان هو مش هيستجيب للاحساس ده وبرضه هيكمل ايا كانت ايه النتيجه. ويبص بعد كده اخر السنه يلاقي نفسه ناقص 15 درجه بس. اي نعم 15 درجة كتير، وده سبب بعد كده ان هو دخل كلية هو للأسف ما كانش نفسه فيها وقتها. كان هو نفسه يدخل حاجة تبع الذكاء الاصطناعي والمجال ده كله، ولكن دخل كلية تمريض. وحاليا بعد ما خلص أولى تمريض بيقول ان هو لو كان رجع بيه الزمن 100 مرة كان يختار كل مرة فيهم ان هو يخش كلية تمريض، وقدر يفهم فعلا ان الحكمة من ربنا سبحانه وتعالى كانت ان هو يخش الحاجة اللي هو فعلا بيحبها.
اللي اتوقع ان الشخص ده هيبقى بعد كده من اهم الناس في كلية التمريض، يعني اللي عدوا على كلية التمريض فعلا. اما بقى بالنسبة لبطلة قصتنا الاخيرة، فهي برضو في امتحان، لا ما كانتش في امتحان الكيمياء بقى، يعني كانت في امتحان العربي وامتحان الفيزياء. امتحان العربي بدأت تحسب لنفسها بعد اللجنة، ولقيت ان هي تقريبا ناقصة حوالي 25 درجة في امتحان العربي كله. فاكتشفت بعد كده لما جت تبص اخر السنة ان هي نقصت مجرد بس 12 درجة، وبرضو اثر معاها الكلام ده في المجموع. وبرضه امتحان الفيزياء حصل مع نفس الكلام ده، ولكن كانت شايفة بقى ان هي تجيب فعلا درجة وحشة جدا، اكتر من 25 درجة بتوع العربي. ولما بصت اخر السنة لقيت ان الموضوع لا ما كانش كده، وان في درجة فعلا كانت حلوة لما شافتها اخر السنة. وهي النهاردة بتكلمنا بعد ما خلصت اولى فنون جميلة، اكتشفت فعلا ان هي بتحب فنون جميلة. ده مش بس مكتفية بالجامعة، ده كمان بتاخد كورسات، واتوقع ان هي بعد كده تبقى من اهم صناع المحتوى لما تبدأ في المحتوى بتاعها. اظن كده يعني مالكش حجة، وما ينفعش تسأل بعد كده يعني انا هوصل ولا مش هوصل، طب ممكن ولا مش ممكن. جبت لك امثله كتير جدا، الفيديو عملته مع اني كنت قلت ان انا مش هعمل فيديوهات تاني للدفعه دي، بس شايف فعلا ان انا لسه عندي حاجه عايز اوصلها للدفعه دي. باذن الله الفيديو الجاي هقول لك كمان على حاجه، يعني بص بقى بنجيب من الاخر، دي اللي هي بتخلص، ده اللي الكارت اللي بيقش في اي حاجه. لو انت عايز تعرف ايه اصلا اللي دخل الفكره دي في دماغي لما كنت في ثالثه ثانوي، فالفيديو ده كان الفيديو اللي فات، هسيبه لك برضو عشان تتفرج عليه. ما تنساش تدخل جروب التليجرام عشان ممكن بعد كده يبقى قصه نجاحك فيديو اقدر اعمله بعد كده. اشوفك فيديو جديد، مع السلامه.